أول يوم رمضان في البيت المصري بيبقى لي طقوس معروفة، يعني نفس السيناريو بيتعاد كل سنة من غير بروفات. قصة كده من قلب العيلة، وبتحصل مع الكل من أول الصبح، تلاقي الكل صاحي بدري على غير العادة وكأن في تفتيش فجأة. الأم تمسك المطبخ رسميا وتقول: النهاردة هنعمل بط ومحشي وفراخ، والأكل ده بيبقى معانا الأسبوع الأول والأسبوع التاني. بندخل في العدس والفول البصارة، وبعدها لازم تبعت ابنها الوسطاني عشان يجيب لها الحاجات دي كلها. بتاعه أكل أول يوم، والأب قاعد يتفرج على التلفزيون ومعلق تعليق واحد طول اليوم: هو لسه بدري كده ليه؟ والعيل الصغير ماشي في البيت يقول: أنا صايم أهو، وهو أصلا كان نايم نص اليوم، يا أما فاطر وبيضحك علينا. وأول ما يقرب الفطار يقعد جنب السفرة ويعد الأطباق كأنه أمين المخزن. وقبل الأذان بدقائق تلاقي الكل عنيهم هتطلع على الأكل، وأول ما الأذان يطلع تلاقي هدوء غريب ثانيتين، وبعدها صوت معالق وكوبايات، وحد يقول بسم الله، وحد تاني يقول يا سلام، وحد تالت يقترح نبدأ بالشوربة ولا إيه، وهو أصلا بدأ خلاص. وبعد الفطار بدقيقة تلاقي العيلة كلها بتقول يلا هاتوا رامز، وبعدها سبحان الله يقولوا ده كله كذب واحنا بنتفرج على إعلانات. فانتم يا جماعة، هل بيحصل معاكم الكلام ده؟ وكلتوا إيه أول يوم؟